يا أهلاً وسهلاً بكل الأوتاكو. الأساطير في الملخص ثاني من طوكيو ريفنجرز الموسم الأول. الحلقة الثانية بتبدأ من نفس اللحظة اللي انتهت فيها. الأولى تاكيميتشي واقف على قضبان السكة الحديد والقطر جاي عليه بسرعة مرعبة، اللحظة اللي هتحدد مصيره بالكامل. هو لسه مش مستوعب اللي بيحصل، ولسه الصدمة مالية دماغه من فكرة إنه رجع بالزمن 12 سنة ورا. إنقاذ في آخر لحظة وقبل ما القطر يشيله، فجأة حد بيشده بقوة بره السكة. تاكيميتشي بيغمض عينه لحظة وبعد كده بيلقي نفسه واقع على الأرض ومعاه الشخص اللي أنقذه، ناوتو أخو هيناتا. لكن هنا بقى المفاجأة، ده مش ناوتو الصغير، ده النسخة الكبيرة بعد ما كبر وبقى ضابط بوليس. ناوتو الكبير بيبص له بنظرة فيها شوية صدمة وشوية انتصار، وبيقول له إنه كان مستنيه يطلع من الماضي علشان ينقذه في الحاضر، لأن اللمسة اللي حصلت بينهم من 12 سنة غيرت خط الزمن وخلته يفضل عايش. وهنا تاكيميتشي يبدأ يستوعب إن اللي حصل مش حلم، ده واقع. الكشف الضخم ناوتو بياخده على مركز الشرطة وبيقعد معاه ويفهموا اللي حصل. اللمسة اللي حصلت زمان بينهم خلت ناوتو واعي بالمستقبل. الناوتو الطفل كبر وهو عارف إن هيناتا هتموت بعد 12 سنة، فبدأ يذاكر ويدخل الشرطة ويجمع معلومات، لكنه بالرغم من ده معرفش ينقذها. وهنا تاكيميتشي بيتصدم، كل ده حصل ومحدش قدر يمنع موت هيناتا. ناوتو بقى بيقول له إن المنظمة طوكيو مانجي كانت لسه صغيرة وقتها، بس بقت بعد كده عصابة ضخمة وخطيرة، وموت هيناتا مرتبط بيهم بشكل مباشر. هدف تاكيميتشي الجديد، تاكيميتشي بقى مش مجرد واحد اتنقل بالزمن، بقى شخص عنده هدف واضح، ينقذ هيناتا مهما حصل. بس أول سؤال بيسأله، إزاي أرجع تاني للزمن؟ هل ده حصل صدفة ولا ليه طريقة؟ ناوتو يقول له إنه لاحظ حاجة مهمة جدا، كل مرة تاكيميتشي بيمسك إيد ناوتو بينتقل بين الزمنين، وكده يكون ظهر مفتاح السفر عبر الزمن. التحقيق في العصابة، تاكيميتشي عايز يعرف إيه اللي حصل للعصابة في الزمن الحالي، ودي من أهم لحظات الحلقة. ناوتو يعرفوا على التفاصيل. طوكيو مانجي دلوقتي مش مجرد عصابة مدارس، بقت منظمة إجرامية كاملة ليها علاقات بالمافيا وليها زعماء خطيرين جدا. واحد منهم هو مايكي سانو مانجيرو والتاني هو دراكن. لكن هنا الصدمة، العلاقة بين مايكي ودراكن اتدمرت والاتنين اتخانقوا، وده كان سبب في تحول العصابة لوحش خرج عن السيطرة. رجوع تاكيميتشي للماضي تاني بعد ما فهم الوضع كله، تاكيميتشي بيقرر يرجع للماضي. ناوتو يمد ايده، تاكيميتشي يمسكها والضوء يلمع، وبو ووم يرجع لمدرسته القديمة في الزمن اللي كان فيه في الإعدادي. العودة لحياة الشاب الفاشل، هنا نشوف تفاصيل كتير صغيرة، زملائه اللي اتنمروا عليه، مستوى حياته التعبان، طريقة كلامهم اللي فيها استهزاء، إحساسه بالإهانة لأنه عارف إنه هيبقى فاشل قدام، وهيناتا اللي لسه عايشة ومبتسمة وبتتكلم معاه بكل طيبة. هيناتا هنا بتظهر بمشهد لطيف قوي، بتسلم عليه وكأن الدنيا مستنية اللحظة دي. تاكيميتشي بيترعش حرفيا، مش مصدق إنه شايفها تاني. لحظة الجرأة الأولى، بعد ما كان جبان طول عمره، تاكيميتشي بيقرر إنه مش هيكرر حياته التافهة دي، فبيروح يواجه العصابة الصغيرة اللي كانت بتستخدمه هو وأصحابه كعبيد، وبيصرخ فيهم لأول مرة، أنا مش خدامكم تاني. الكل بيتصدم، أصحابه مش مصدقين والعصابة بتضحك، لكن تاكيميتشي مش بيتراجع. المشهد ده كان نقطة البداية في تغيير شخصيته، بداية مشوار التحول، الدخول لعالم أكبر بعد التحدي ده. العصابة اللي ضربته في الحلقة الأولى، اللي هم تابعين لطوكيو مانجي الصغيرين وقتها، بياخدوه هم وأصحابه علشان يودوهم للرؤساء الحقيقيين. وهنا الحلقة تبني توتر ضخم، مين هيتقابل معاهم؟ مين زعماء العصابة في الزمن ده؟ هل مايكي ولا حد تاني؟ المشهد بيتجه للسطح اللي عليه مجموعة شباب لابسين لبس البايكرز، شكلهم مرعب. تاكيميتشي قلقان لكنه مش بيهرب، والحلقة تنتهي باللحظة اللي بيظهر فيها مايكي لأول مرة بابتسامة غريبة ومش مفهومة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تكونوا أول من يعرف كل جديد من عالم الأنمي الممتع.